كالفين مراهق هادي عايش في ضواحي أوكلاهوما مع أمه شارون، حياته كلها كتب ومذاكرة، وده خلاه متفوق دراسيا جدا، بس ملوش أصحاب غير جارته لولي اللي بتحبه وزميله دونالد اللي أصلا دحيح زيه وما بيعرفش يلم أصحاب. كالفين رغم قربه من أمه بس دايما حاسس بنقص لوجود الأب، وده لأن أبوه ماك بطل المصارعة الأسطوري مات في حادثة عربية وهو لسه طفل صغير. العيلة ما فكتش من الصدمة دي، خصوصا أخوه الكبير مايك اللي كان ماشي على خطى أبوه في المصارعة وبطل زيه. مايك كان متعلق بأبوه جدا، ومن كتر الحزن قلبت معاه بتمرد وخناقات مع أمه لحد ما ساب البيت واختفى تماما. وأمه شارون رغم وجع قلبها سابته يمشي على أمل إن الوقت يصلح اللي انكسر. كالفين كبر وبقى راجل مسؤول وملاحظ لكل اللي حواليه، لدرجة إنه فاز في مسابقة جيولوجيا، وبدل ما يصرف الفلوس في أي كلام عمل مشروع مزرعة سمك كات فيش ونجح، وبقى هو اللي شايل البيت مع أمه. في الصبح وهو بيصطاد في بحيرة عشان يفكر إزاي يصلح طلمبة المية في مزرعته، طلع له بلطجي المدرسة بيلي وهجم ووقعه على الأرض. وهو بيلم جراحه ظهر له راجل صياد عجوز اسمه ريد، شجعه وقال له لازم تدافع عن نفسك وتصدق قدراتك. في الليل كالفين رجع البيت وقعد يداوي كدماته، وطلع صندوق الذكريات كالعادة. قعد يقلب في صور أبوه وتقارير الحادثة، وكان نفسه أبوه يكون موجود ويشوف لو كان موجود حياته كانت هتتغير إزاي. كالفين أول ما حس إن أمه شارون رجعت من الشغل خاف يشوف وجعه، فلما حاجته بسرعة في الصندوق وطلع يسلم عليها ويحضنها. شارون اترعبت لما شافت جروحه، بس هو طمنها وقال لها إنها مجرد حادثة بسيطة، رغم إنها كانت عارفة إن في حد ضربه ونفسها تعرف مين عشان تقضي على اللي بيضايق ابنها. في ناحية تانية في مقاطعة موسكوجي أخوه مايك كان شغال في حفر آبار البترول، بس جاله خبر وحش. صاحب الشغل قال له أنا آسف يا مايك بس مضطر أمشيك، الشغل هنا خلص. في الأيام اللي بعدها كالفين بدأ يغرق في التفكير في أخوه وفي أبوه اللي فقده، وبقى عنده رغبة مجنونة إنه يوصل لهم بأي طريقة. وبعد تفكير طويل لقى إن المصارعة هي الحلقة اللي هتربطه بيهم هما الاتنين. بس المشكلة إن أمه شارون بتكره المصارعة وشايفة إنها هي اللي دمرت حياتها وعيلتها، فكالفين قرر يخبي عليها. بقاله كام أسبوع بيقول لأمه إنه عنده أنشطة زيادة بعد المدرسة، وهو في الحقيقة بيروح صالة الألعاب أو الجيم، بس في الأول ما دخلش الفريق. قعد يراقب ويذاكر حركات المصارعة بتركيز عالي جدا. حكى لجارته لولي اللي بتحبه عن اهتمامه الجديد، وهي طبعا شجعته ووقفت جنبه. وجه اليوم اللي كالفين قرر إنه ياخد الخطوة ودخل الحلبة قدام المدرب. المدرب من غير ما يعرف التاريخ اللي بينهم اختار البلطجي بيلي عشان يمرن كالفين، وقال له خف عليه شوية وعلمه الأساسيات. طبعا بيلي اعتبرها فرصة عشان يفرغ غله، ونزل ضرب في كالفين بوحشية لحد ما المدرب اتدخل وفهم إن فيه طار قديم بينهم. في الليل وعلى العشاء كالفين ما قدرش يكمل كذب على أمه، واعترف لها إنه بدأ يمارس المصارعة وإنه ماشي على نظام غذائي وبيوزن نفسه عشان يثبت على وزن 135 رطل. شارون رغم خوفها القاتل إن المصارعة تسرق منها كالفين زي ما سرقت جوزها وابنها الكبير، بس قدرت تفهم احتياجه إنه يكون قريب من أبوه. حذرته وقالت له أنت ما شفتش أخوك من 10 سنين، أنت ما تعرفوش بجد، وما تفتكرش إنه هو اللي هيوصلك لذكرى أبوك. كالفين قعد يفكر في كلام أمه، بس قلبه ما كانش مطوعه يصدق إن أخوه مايك بالسوء ده. بعد كام يوم وبأمل كبير إن كلام أمه يطلع غلط، كالفين قعد يدور على عنوان أخوه مايك لحد ما لقاه. كذب على أمه وقال لها إنه بايت عند زميله دونالد، وركب الأتوبيس وطلع على موسكوجي. طول الطريق وأسئلة كتيرة بتلف في دماغه، يا ترى اللقاء هيكون عامل إزاي؟ أخويا هيعرفني؟ أول ما وصل خبط على الباب ودخل البيت وهو قلبه بيدق، بس الصدلة كانت كبيرة. مايك أول ما شافه اتفاجئ طبعا، بس ملامحه كانت جامدة تماما، مفيش أي مشاعر ولا حضن ولا حتى سلام حار. سأله ببرود أنت إيه اللي جابك هنا؟ كأنه بيسأل واحد غريب بيشوفه كل يوم. كالفين حاول يلتمس له العذر وقال لنفسه إن الموقف أكيد صعب على أخوه برضه. كالفين دخل في الموضوع وقال له إنه قرر يدخل فريق المصارعة ومحتاج مساعدته وتدريبه، بس الرد كان صاعقة، أنا مشغول جدا دلوقتي يا كالفين. كالفين حس بكسرة قلب ملهاش وصف وخرج من البيت وهو بيفكر إن أمه كان عندها حق من الأول. لكن الحقيقة إن مايك من جواه كان مكسور هو كمان. في الوقت ده شارون من كتر خوفها راحت للمدرسة وكلمت المدرب وقالت له أنا خسرت ابن قبل كده في الرياضة دي، مش عايزة أخسر التاني. المدرب طمنها وقدر ظروفها ووعدها إنه هياخد باله من كالفين ومش هيسيبه يتأذي. أما كالفين فجري على البحيرة وهو مخنوق عشان يصفي ذهنه، وهناك قابل ريد الصياد وحكاله على كل اللي وجعه وإنه عايز يبقى مصارع. بعد كام يوم في ماتش المصارعة بتاع المدرسة، المصارع الأساسي في وزن 135 رطل اتصاب، وكالفين لقى نفسه هو البديل الوحيد وبدأ يترعب. كلم بيت مايك
مايك بس ملقاش غير صاحبته، فتحايل عليها تبلغه إن عنده ماتش يوم الجمعة الجاي، وكان مستني منه أي رد طول الأسبوع، بس مايك ما ظهرش. يوم الجمعة كالفين كان واقف في الميزان بيرتعش من شكل الخصم اللي قدامه، وبدأ يشك في قدرته على المواجهة. في الوقت ده أمه شارون قررت تروح تدعمه رغم رفضها للرياضة، وهي داخلة شافت صورة مايك وإنجازاته على لوحة الشرف في المدرسة، ووقفت دقايق تفتكر ابنها البكر بحسرة. في الماتش كالفين اتهرس حرفيا واتضرب علقة موت قدام شارون ولولي، وفكر انه ينسحب، بس ما كانش فيه بديل غيره في الوزن ده، ففضل يشيل خسارة ورا خسارة وإهانة على الحلبة. في مسكوجي مايك اللي بقى عاطل وقاعد في بار دخل في خناقة مع واحد مستفز وضربوا بعض، والضباط قبضوا عليه من غير ما يفهموا انه كان بيدافع عن نفسه. كالفين عرف الخبر من البلطجي بيلي اللي سخر منه قدام المدرسة ووراه صورته في الجريدة وهو مقبوض عليه بتهمة اعتداء. كالفين جري على البحيرة لريد وهو منهار، وريد قاله نصيحة غيرت تفكيره: لو انت محتاج اخوك فانا اوعدك ان اخوك محتاج لك اكتر. في الصبح بدري كالفين استلف الفيسبا بتاعت لولي وكذب على امه وراح للمحكمة في مسكوجي. هناك المحامي كان بيطالب بالبراءة، وكالفين وقف قدام القاضي وبكل شجاعة قال: انا بوعدك يا سيادة القاضي انك مش هتشوف حد فينا هنا تاني ابدا. مايك اتأثر جدا بموقف اخوه الصغير وخرجوا مع بعض، ومايك وافق اخيرا انه يدربه ويعوضه عن السنين اللي فاتت. في الليل شارون كانت هتتجنن لان كالفين مرجعش البيت، وسألت لولي بس ما وصلتش الحاجة. ولما رجع كالفين كذب عليها تاني وقال انه كان مع اصحابه، ودخل اوضته وقفل على نفسه عشان يقضي على اي شكوك عند امه. بعد ما كالفين غاب اسابيع عن التمرين لدرجة ان الفريق اضطر ينسحب من ماتش في وزنه، رجع اخيرا للجيم بتاع المدرسة. المدرب هزقه وقاله: احنا خسرنا ماتش بسببك، لو غلطت تاني انت بره، فاهم؟ هنا بدأت رحلة التحول الحقيقية. مايك وكالفين بدأوا تمرين مكثف جدا، قعدوا أسابيع مع بعض ليل نهار، وده خلاهم يقربوا من بعض أكتر ويستمتعوا بوقتهم. كالفين كان زي السفنجة بيمتص كل نصيحة وكل حركة مايك بيعلمها له، وبقى مخلص جدا للرياضة لدرجة ما كانش حد يتخيلها. ولأن كالفين قلبه حنين وشايف إن أخوه لسه مش لاقي شغل، قرر يستخدم شطارته في الجيولوجيا ويدبر له شغلانة، ومايك قدر ده جدا وقاله: أنا مش متعود حد يساعدني بالطريقة دي. مايك فضل يفرك في كالفين تمرين لحد ما جه وقت الماتش الجاي. كالفين كان نفسه يوري اخوه هو اتعلم منه ايه، فعزمه يجي الماتش في المدرسة. مايك سكت شوية وقال له بهدوء انه لسه مش مستعد يواجه امه ولا يواجه الناس اللي هيقعدوا يسألوه: كنت فين وعملت ايه من يوم ما سبت المدرسة وانت بطل؟ وهو ملوش عين يرد. يوم الماتش وزي ما مايك علمه بالظبط، كالفين وقف في الميزان وبص في عين خصمه بكل ثقة وجمد قلبه. بعدها استخبى في ركن هادي في الجيم ولبس السماعات وسمع مزيكته المفضلة عشان يفصل عن العالم ويتجهز للملحمة. الماتش بدأ تحت نظرات دونالد ولولي وأمه شارون اللي كانوا قاعدين على نار. كالفين نزل الحلبة وهو أقوى من أي وقت فات، واستخدم كل تكتيك وحركة اتعلمها من أخوه، وقدر يكتسح الماتش ويفوز فوز ساحق. اللي ما كانش حد يعرفه إن مايك ما قدرش يبعد، وجه استخبى في الطرقة وبقى يتفرج من بعيد، وكان طاير بالفرحة بنجاح أخوه الصغير زي أمه بالظبط. في الليل كالفين رجع وهو حاسس إنه ملك العالم، بس لسه الخوف من مواجهة أمه بالحقيقة بيقضي على فرحته الكاملة. على الناحية التانية من الصالة ريد الصياد كان موجود برضه وسط الزحمة، قاعد في هدوء وبان عليه فخر وفرحة مش طبيعية بكالفين. أما مايك فكان بيحاول يفضل مستخبي، وخرج من الجيم قبل ما الماتش يخلص والناس تتفرق. وهو ماشي في طرقة مدرسته القديمة، ذكريات أمجاده وبطولاته كانت بتطارده في كل ركن. في الأسابيع اللي بعد كده كالفين فضل يجمع فوز ورا فوز بشكل مبهر، ومايك ما بطلش يحضر له كل الماتشات من بعيد لبعيد. ولما شاف أخوه بيتطور بسرعة بدأ يخطط لحاجة كبيرة، وقرر يعلمه حركات احترافية زي الركلة الخلفية reverse cradle. بعدها بكام أسبوع حفلة رأس المدرسة قربت، والكل كان بيجهز بحماس. لولي طلبت من كالفين يروح معاها ووافق. في الليل في البيت أمه شارون حست إن العلاقة بينهم بدأت تتوتر شوية رغم إنها بتحضر له كل ماتشاته، فحاولت تقرب منه وتطمنه إنها دايما في ظهره. كالفين طمنها وقال لها إنه مبسوط، بس فضل مخبي حقيقة إنه بيتدرب مع مايك عشان ما يقضيش على هدوءها ويوجعها أكتر. مايك جاب لكالفين مصارع خبير اسمه نات عشان ينضم لفريق التدريب، وكالفين كان بيدبح نفسه في التمرين وماشي على الدايت بالمسطرة، وجسمه بدأ يتغير وبقى أقوى بكتير. يوم الحفلة شارون حبت تعمل واجب مع لولي عشان هي عايشة مع أبوها وإخواتها الولاد بس، فعزمتها عندها وساعدتها في المكياج والشعر، وادتها نصايح من أم لبنتها وقالت لها: خليكي واثقة في نفسك، ما تجريش
تجريش ورا حد، خلي الناس هي اللي تجري وراكي. في التمرين نات خد مايك على جنب وسأله عن أحواله ونصحه يفضل مكمل بجد ويبعد عن المشاكل ويحارب الشياطين اللي في دماغه عشان يرجع البطل اللي كان عليه زمان، خصوصا إن أخوه الصغير بيبصله كقدوة. مايك من كتر فخره بكالفن قرر أخيرا يعلمه حركة الركلة الخلفية الصعبة، وقعدوا ساعات يتمرنوا عليها. في الليل كالفن راح الحفلة مع لولي، وفي عز ما هم مبسوطين ظهر البلطجي بيلي وبدأ يضايق لولي بكلامه. لولي حاولت تصده بس كالفن اتدخل وبأقل مجهود زق بيلي ووقعه على الأرض قدام الكل، وكأنه بيقول له الزمن دار والضعيس بقى وحش. بعدها كالفن ولولي سابوا الحفلة وخرجوا يتمشوا في البلد وهم بيتكلموا في اللي حصل. كالفن أكد للولي إنه هيفضل جنبها دايما، وبدأت بينهم قصة حب رقيقة. في الوقت ده في موسكاجي وبعد أسابيع من التعب مايك قرر يفك عن نفسه شوية وراح البار يطلب بيرة، بس أول ما الكاس نزل قدامه افتكر المشاكل اللي حصلت المرة اللي فاتت والوعد اللي قطعه للقاضي ولنفسه، ومن غير ما يدوق نقطة واحدة دفع الحساب وقام عشان يمشي. أول ما خرج لقى مجموعة مستنيينه بره، باين ليهم طار معاه عشان ضرب صاحبهم قبل كده. مايك حاول يهدي اللعب بكل الطرق عشان ما يخالفش شروط الإفراج، بس هم بدأوا يضربوه فاضطر يدافع عن نفسه وضرب 2 منهم قبل ما يتلموا عليه ويغمى عليه. تاني يوم في الليل كالفن راح لمايك عشان يتمرن بس ما لقاهوش، ما فكرش كتير وقرر يتمرن لوحده ساعتين وبعدين رجع البيت. أول ما دخل اتصدم لما سمع صوت أمه شارون وهي بتزعق في التليفون مع مايك، وقامت خناقة كبيرة جدا بينهم. كالفن ما قدرش يسكت وواقف يدافع عن أخوه بكل قوته، وأكد لأمه إن مايك مستحيل يكون شرب نقطة واحدة طول الشهر اللي فات، وإن أكيد في فخ اتنصب له. والصدمة الأكبر لشارون كانت لما كالفن اعترف لها إن مايك هو اللي بيدربه وقال ده أخويا ومن حقي أعرفه، أنت خايفة من إيه يا أمي؟ بينما مايك قاعد في الحبس بيلعن حظه، كالفن وأمه قعدوا ساعات كل واحد في ركن في البيت بيحاول يهدي نفسه. كالفن فكر بعمق وقرر يواجه أمه بأساس الوجع كله، حادثة أبوه. شارون اتأثرت جدا بس شجعت نفسها وحكت له اللي حصل. قالت له إن مايك هو اللي اقترح على أبوه إنهم يسافروا المدينة اللي جنبهم عشان يراقبوا الخصم ويعرفوا نقاط ضعفه، وأبوه وافق عشان يقضي على أي احتمال للخسارة. وفي الطريق حصلت الحادثة. مايك كان هو اللي سايق في التلج يوم الحادثة، وبسبب فقدان السيطرة على العربية هو اتنطر بره وعاش، لكن أبوه مات محبوس جوه العربية. كالفن قلبه اتقطع على أخوه لما عرف كمية الذنب والوجع اللي شايلهم لوحده سنين، وفهم ليه مايك كان عايش كأنه جثة هامدة. في الصبح كالفن وفريقه سافروا طالسا مع المدرب عشان تصفيات المنطقة، والولد كسر الدنيا وفاز بكل ماتشاته ووصل لنص النهائي، بس فرحته كانت ناقصة وعقله مشغول بأخوه لدرجة إنه ساب أصحابه دونالد ولولي ورجع البيت. في الوقت ده أمه شارون بدأت تراجع نفسها وقررت تدي مايك فرصة. راحت البار وسألت الشهود واتأكدت إنه ما لمسش خمرة وكان فعلا بيدافع عن نفسه، وقدرت تطلعه براءة وتخرجه من الحبس. خدته بعربياتها لحد بيته، ولما دخلت شافت الحالة اللي هو عايش فيها وعرفت إنه حابس نفسه في مكان بارد وضيق عقابا لنفسه على موت أبوه. شارون ما كانتش قادرة تمسك نفسها فحضنت ابنها بحب لأول مرة من 10 سنين وقالت له أنت مكانك مش هنا. في الليل كالفن رجع البيت ولقى الخبر اللي بيقضي على كل همومه، أخوه بقى حر. والصدمة الأكبر إن أمه شارون هي اللي بدأت تشجعه يكمل في المصارعة بعد ما شافت إن ده اللي جمع شمل العيلة تاني. تاني يوم في تصفيات المنطقة وسط الدوشة وزيطة الجيم، كالفن دخل ركن هادي عشان يثبت نفسه زي ما اتعود، بس المرة دي الهدوء خلاه يفهم الحقيقة. هو ما كانش مهتم بالمصارعة في حد ذاتها، الرحلة كلها كانت عشان يلم شمل عيلته المدمرة. لما بص حواليه وما لقاش شارون ولا مايك حس بالفشل وإن كل اللي عمله راح على الفاضي، وقرر يلم حاجته ويمشي ويسيب نص النهائي. وهو خارج اصطدم برد اللي ظهر له زي الملاك الحارس وقال له بكل حزم العب يا كالفن، المهم ما تنسحبش. الكلام ده لمس قلبه. رجع الحلبة وهو بيدور بعينه على عيلته، لقى أمه قاعدة مع أصحابه فارتاح شوية، بس غياب مايك كان بيقضي على تركيزه. الأسئلة ما كانتش بتفارق دماغه، أخويا فين؟ هل كل اللي فات ده كان تمثيل؟ من كتر التشتت كالفن اتهرس في أول جولة وكان مستني الماتش يخلص عشان يهرب، وفجأة وهو رافع عينه شاف مايك داخل الصالة وهو لابس ألوان الفريق وقاعد في المدرجات. اللحظة دي كانت الشرارة اللي كالفن محتاجها. بحركة سريعة وقوية سحق خصمه وفاز بالماتش وسط ذهول وفرحة الكل.
بين الماتشين مايك جري على كالفن وباركله، والمدرب استقبله بترحاب وقاله وحشتنا يا بطل، غبت كتير. ومايك رد بأسف كتير قوي. مايك نصح أخوه يركز في النهائي وسابه مع مزجته عشان يصفي ذهنه لأهم ماتش في حياته. في الصبح شارون ومايك اتقابلوا واتكلموا عن الماتش وهم داخلين الصالة سوا كعيلة واحدة تاني. وقبل الماتش بلحظات لولي جابت كرتونة هدايا كبيرة لمايك وقالت له يسلمها لأخوه، ولما فتحها كالفن في غرفة اللبس لقى فيها طلمبة مية صغيرة لمزرعته وروب مصارعة مطرز باسمه، وحس ان كل تعبه ما ضاعش على الارض. كالفن لبس الروب بتاعه وخرج للحلبة وسط حراسة مايك ونات وبمساعدة دونالد، ودخل دخلة اساطير هزت الصالة. وهو بيستعد ينزل الحلبة لمح اخوه مايك بيسلم على ريد من بعيد باحترام شديد، وهنا كانت صدمة عمره لما عرف الحقيقة. ريد ما طلعش مجرد صياد، ده كان مدرب ابوه ماك اللي شافه وهو بيكبر. الماتش النهائي بدأ ومايك قعد جنب المدرب، والمذيع الداخلي للصالة رحب بيه وسط تصفيق حار من عالم المصارعة كله اللي كان مفتقده. كالفن حط كل قوته وروحه في الماتش، والكل كان حابس أنفاسه مع كل حركة، والتوتر كان بيقضي على أعصاب شارون ولولي. وبعد دقائق من الصراع العنيف الماتش خلص، وبقرار الحكام كالفن خسر اللقب، بس بالنسبة له هو كان فاز بأغلى بطولة. عيلته رجعت لبعضها وبقت إيد واحدة تاني. كالفن جري على مايك وشكره من قلبه، وبعدها راح حضن أمه ولولي وعرف إن في انتصارات أهم بكتير من الميداليات. مايك وهو واقف مع عيلته في المدرجات لقى الجمهور كله قام وواقف بيسقف له في تحية عسكرية ورياضية مهيبة اعترافا بتاريخه وجميله على الرياضة دي. واللحظة دي لمست قلبه وخلته يحس بالسلام لأول مرة. المفاجأة كانت لما البلطجي بيلي جري على كالفن وبارك له بكل روح رياضية على مجهوده الجبار، وكالفن قبل التهنئة بتواضع الأبطال. ريد لما شاف المشهد ده وعرف إن عيلة شاتلي بقت في أمان انسحب في هدوء من الصالة وهو بيقضي على آخر همومه، لأنه أخيرا نفذ وعده لصاحب القديم ماك إنه هياخد باله من عيلته. والمستقبل ابتسم لكالفن، وبمساعدة أخوه مايك اللي فضل جنبه قدر يفوز ب 48 ماتش في سنته الأخيرة في المدرسة وبقى أسطورة حقيقية. لو عجبكم ملخص النهاردة وعرفتوا إن مفيش مستحيل، ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت واشتركوا في قناة فيلم تيك أواي وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل ملخصاتنا أول بأول. أشوفكم في الفيلم الجاي.